السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضية الطالبة روان ناصر طالبة علوم الزقازيق التي توفيت منذ أيام أثر سقوطها من فوق الدور الخامس بكلية العلوم بجامعة الزقازيق. النيابة تولت التحقيقات وتداول أصدقائها ومواقع التواصل الاجتماعي العديد من السيناريوهات، مقتولة أم منتحرة، ولكن النيابة العامة حسمت الأمور اليوم. النيابة أعلنت في بيان لها زي ما احنا شايفين كده، قالت إن بعد فحص الكاميرات المراقبة الخاصة بكلية العلوم وبالجامعة بالكامل وتنشيط المكان بالكامل من الكاميرات، وجد أن الفتاة صعدت إلى الدور الخامس بمفردها وسقطت بمفردها، والكاميرات أظهرت مساحة وموقع الجريمة بالكامل. والنيابة أكدت أن بعد فحص تليفونها وجدت أن عندها مشاكل أسرية واجتماعية من خلال رسائلها ما بينها وما بين أصدقائها وبعض الرسائل الخاصة بأسرتها وبعلمها الاجتماعي. النيابة أعلنت أنها منتحرة وقفلت وأسدلت الستار عن الواقعة بالكامل. ربنا يرحم روان ويتقبلها بإذن الله ويغفر ذنبها ويصبر أهلها.